السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. انا جايبه لكم احلى واجمل طريقة لعمل الفطير المشلتت. جميل جدا، وده كله على عين البوتاجاز، ما عملناش حاجة في الفرن خالص خالص يعني، عشان نبقى سهل معانا بجد تحفة. بس قبل ما ندخل على الطريقة، يلا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انزلوا في الكومنتات كده صلوا بينا علشان يبقى ليكم الأجر بإذن الله. هنا معانا كيلو من الدقيق، هننزل عليه بمعلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح، وهنقلبهم كويس قوي. الدقيق عادي، أي دقيق متوفر عندك يعني. هننزل بمية دافية وهنعجن كويس قوي. حاولي العجينة ما تبقاش طرية منك، خليها تبقى حلوة يعني، علشان احنا هنسيبها ترتاح، فهتطرى المدة اللي هنسيبها ترتاح هتطرى فيها. هنفضل نعجن كده، والمية نزود بالراحة كده شوية بشوية، بس لحد لما لمت معانا بالشكل ده. انا عايزاه بالشكل ده. بعد ما اتلمت كده واتعجن كويس قوي، هنحطها في البولة تاني، وهننزل عليها كده بايه، بنقطتين من الزيت، يعني مثلا معلقة كبيرة كده، وندهنها كلها كويس قوي من فوق ومن تحت وكده يعني، ندريها كلها من الزيت بالزيت بالشكل ده. وهنغطيها كده بكيس تلاجة، وهنسيبها كده في مكان تقعد من ساعة لساعتين ل3 ساعات. كل ما تسيبيها ترتاح بيكون احسن وافضل بكتير خالص يعني. هتكون ارتاحت كده وتبقى حلوة معاكي قوي، وهتتفرد بكل سهولة. طبعا هنا بعد ما ارتاحت، قعدت 3 ساعات بالظبط، خدتها كده بقت عجينة طرية قوي وجميلة جدا، وبتتفرد معانا بكل سهولة. هناخد بقى من الكرة الكبيرة كده، هنكور كور صغننة زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا يكونوا قد بعض يعني. هنقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كل الكمية. بعد ما خلصنا كده وعملت معانا 8 كور، هيبقى معانا 8 فطاير بإذن الله جميلة قوي. هنغطيها كده، هندهن دهنة من الزيت خفيفة، وهنركنها على جنب لمدة 10 دقايق ولا حاجة. هنبدأ بقى من أول واحدة كورناها، هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتتفرد معانا بكل سهولة لأنها مرتاحة كويس قوي، مش هتتعبنا خالص في الفرد يعني، زي ما انتوا شايفين كده. هتكبر معاكي بكل سهولة. ومعانا هنا سمنة على زيت، مثلا كوباية سمنة، نصها سمنة ونصها زيت. عايزة تستخدمي سمنة كله عادي. انا هنا حاطة شوية سمنة على زيت. ما تخافيش خالص ان هي اتفتحت منك او كده، لا عادي، لما تتفتح احنا نلمها كلها كورة دلوقتي تاني. هنا بقى بعد ما كبرناها كده خالص بالفرشة كده، وهندهن دهنة كويسة الفطيرة كلها بالفرشة كده. ما تخليش حتة ما فيهاش سمنة عشان ما تنشفش منك. زي ما انتوا شايفين كده هندينا دهنة كويسة قوي. طبعا انا بحب استخدم الفرشة عشان بتحكم فيها احسن من ايدي. هنطبق بقى بعد ما دهناها كويس قوي، هنطبق الجنب ده، نعملها زي نص دايرة مثلا، وهنطبق الجنب التاني كمان. طول ما احنا بنطبق نطبق وندهن على الجنب اللي ما دهنش عليه سمنة، زي ما انتوا شايفين كده، لحد لما نطبقها خالص كده وتبقى زي البقجة معانا، ونرجعها كورة مرة تانية.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى ايه، هنعمل مع بعض كده كم واحدة، بس انا هعمل معاكم المرة دي طريقة جديدة للفرد الفطير يعني. اللي هي ايه بقى الطريقة الجديدة انا هقول لكم عليها. يعني في فرق بين اللي عملتها وفرق بين دي ولا لا؟ الطريقة الجديدة دي اللي هي انا هفرد العجينة، هفردها زي ما انتوا شايفين كده، وهرجع اطبقها تاني طبقات كده من غير ولا نقطة سمنة. ازاي يعني؟ زي ما انتوا هتشوفوا كده، عشان شفت ناس كتيرة بتعملها كده، فقلت انا هجربها معاكم، علشان لو حسيت بفرق يعني مع الفطيرة بعد ما تستوي وكده. لو لقيت فرق هقول لكم ان هو في فرق، لو ما لقيتش فرق هقول لكم لا، ما تتعبوش نفسكم خالص ولا تجربوها خالص يعني. بس هنشوف مع بعض في فرق ولا ايه، وهقول لكم. انا هنا طبعا فردتها كويس قوي قوي، وبعد كده لميتها زي ما انتوا شايفين كده، وهرجعها كورة مرة تانية. انا فردتها ولميتها من غير ولا نقطة سمنة. عملت 2 او 3 كده، والباقي عملته بسمنة، وهقول لكم في اخر الفيديو في فرق ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده فردتها فردة كويسة قوي، وبعد كده لميتها تاني من غير سمنة خالص. وبعد ما ارتاحوا كده هنفردهم. طبعا لما بترتاح بيبقى عامل بكده بالونات كده من فوق، بتبقى حلوة قوي. بتكون سهلة قوي في الفرد عشان بترتاح طبعا، فبتتفرد معاك بكل سهولة. يا ريت طبعا اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك واشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشجعوني كده بالكومنتات الحلوة القمر اللي انا بحبها منكم. وتسلموا لي يا رب على كل الكومنتات بتاعتكم، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. ولايك بقى عشان نرفع الفيديو شوية. انا قلت لكم قبل كده اللايك والله مش بيكسبني حاجة ولا بيخسركم حاجة، بس اللايك بيرفع الفيديو شوية، ممكن الناس تشوفه يعني، فترفعوا لي يعني، حاولوا ان انتوا تساعدوني شوية. بس كده. طبعا هنرجع كده للفطيرة بتاعتنا، هنفردها فردة كويسة قوي. ما تخافيش لو اتقطعت منك قطع صغنن كده ولا حاجة، ما تخافيش خالص، علشان احنا هنلمها تاني وهترجع تبقى زي الفل وهتتاكل يعني، هتتاكل مش هتجرى لها حاجة يعني. وهندهنها طبعا بالفرشة كويس قوي قوي، ومش هنسيب حتة ما فيهاش سمنة زي ما انتوا شايفين كده. وهنطبق وهندهن الحتة اللي احنا طبقناها، هندهنها سمنة. طول ما انتي ماشية بتطبقي كده انتي تدهني سمنة، عشان تتأكدي ان العجينة بتاعتك كلها اتغذت كده واتملت سمنة كده من جوه، تبقى مورقة معاكي وزي الفل. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة اللي احنا نفرد وندهن سمنة ونطبق كده، ونسيبها ترتاح بتاع 10 دقايق. طبعا هي مش هتعمل 10 دقايق ولا حاجة، ولكن انتي عبال ما هتخلصيهم هيكون عدى ال10 دقايق، فهتبدأي من أول واحدة استخدمتيها، هتفرديها كده بإيدك، هتتفرد معاكي بكل سهولة. وهنكون بقى ايه مسخنين كده طاسة وفيها مسحة من السمنة، تكون سخنة قوي قوي الطاسة، وموطية النار. بعد ما تسخن توطي النار خالص، وبعد كده تنزلي بالفطيرة بتاعتك بالشكل ده، وهنغطيها. لازم تغطيها. هنغطيها ليه؟ علشان تضمني انها استوت من جوه، مش تاخد لون وخلاص. الغطا لما تغطيها هتستوي معاكي من جوه. وهنرجع نكمل بقى ونفرد كمان واحدة، هتتفرد معاكي بكل سهولة. طبعا والله وصفة على قد الايد خالص، ما عملتش سمنة كتير، خدت الحاجات بسيطة قوي وجميلة جدا جدا جدا. بالنسبة بقى للفطير اللي فردناه مرة ورجعنا فردناه مرة تانية، ما لقيتش فيه فرق خالص خالص عن اللي فردناه من اول مرة وحطينا سمنة فيه. والله صدقوني ما فيش فرق خالص. طبعا انتوا متعودين معايا ان انا اهم حاجة عندي المصداقية، فانا ما لقيتش فيه فرق خالص. حبيت اعمل لكم بس الطريقة دي علشان في ناس كتير يعني بشوفها تعمل كده،
فهما ممكن عادي يكونوا بيحبوا الطريقة دي، بس انا ما عجبتنيش الطريقة دي علشان مثلا هتاخد وقت منك. فانتي زي ما انا عملت كده تفرديها وتحطي السمنة وتلميها وتستخدميها بعد 10 دقايق كده على طول. بس كده. ويا رب تكونوا استفدتوا من اي حاجة او معلومة. وطبعا هنا بعد ما عملناه عرينا كده الغطا، طلعت بالشكل القمر ده، وبتكون مستوية كويس قوي من جوه، جميلة جدا جدا يعني. هي هتاخد بتاع 5 دقايق او اقل. زي ما قلت لكم لازم تغطيها علشان تضمني سواها من جوه. بجد لونها تحفة. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا كده تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتأكدوا ان انتوا فعالين الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وجزاكم الله كل خير يعني. هنعمل مع بعض واحدة كمان. طبعا لازم دهنة من السمنة، وهنحطها كده بالشكل ده. وطبعا الطاسة بتاعتنا نتأكد انها سخنة قوي والنار واطية، ما تعليش النار. لو استعجلتي كده وعليتي النار هتتحرق منك وهتكون نية. شايفين الشكل والقمر؟ بجد تحفة ومورقة جدا جدا يعني. بجد هي شكلها بيتكلم عن نفسها يعني، انا مش هتكلم اكتر من كده، لازم تجربوها. طبعا دي التانية بعد ما عدى كده بتاع دقيقتين ولا حاجة. هنقلبها على الوش التاني بالشكل ده. تحفة تحفة بجد. ولا فرن ولا اي حاجة خالص. وهنسيبها كده كمان دقيقتين ولا حاجة. طبعا تبقى تبصي عليها لحسن تتحرق منك. وهتطلع معاكي بالشكل القمر التحفة ده. بصوا. هنطلعها كده. هنعمل مع بعض واحدة كمان. طبعا انتوا شفتوا معايا انا بطلع الفطير بتاعي على ايه. حطيت كده طبق وحطيت عليه ايه، ورق زبدة او ورق اي حاجة كده. يكون ابيض نظيف عشان ما تعرقش معاكي في الطبق. وبس كده. والفيديو بتاعنا كده القمر ده يا رب يكون عجبكم. وهو بسيط قوي وجميل جدا جدا يعني. واكلة شعبية ريفية حلوة قوي، لازم تجربوها وتعيشوا الاجواء دي. لازم تسعدوا نفسكم بأي حاجة بسيطة زي كده. تحبي تاكلي تعملي الأكلة دي وتقعدي فوق السطح كده، أو في البلكونة أو أي حاجة. بجد حاجة حلوة قوي وإحساس جميل قوي. عملنا هنا المش بتاعنا ده عملته من الجبنة اللي خزناها قبل كده. ولو عايزة تعرفي طريقة الجبنة المتخزنة أو ما شفتيش الفيديو ارجعي في القناة كده وشوفي الفيديو بتاع تخزين الجبنة، كانت تحفة جدا. وعملنا كمان سلطة جنب المش، وفي عسل اسود للي حابب ياكل العسل مع الفطير. بجد تحفة تحفة. طبعا زي ما قلت لكم لازم نروق على نفسنا كده ونفرح نفسنا بحاجات بسيطة قوي. والاكلة دي لازم لابد منها، لازم تجربيها. والله احساس جميل قوي لو تعمليها وبألف هنا على قلوبكم ان شاء الله لما تجربوها. تدعولي دعوة حلوة. وبس كده. وتشجعوني كده باللايك الحلو والكومنت الحلو اللي بستناه منكم. ولو مشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي في القناة عشان القناة بتاعتنا تكبر بيكم وتبقى من ضمن الجمهورية بتاعتنا. حبيت بقى اجرب معاكم حتة كده من الفطيرة بالعسل الاسود، بجد ودتني في حتة تانية خالص. جميلة جدا، لازم تجربوها. هي شكلها بيتكلم عن نفسه، كانت تحفة جدا. وبس كده. والفيديو بتاعنا خلص، وان شاء الله باذن الله ننزل لكم وصفات حلوه قوي على قد الايد اقتصاديه. بس شجعوني كده باللايك والكومنت والاشتراك في القناه لو مشتركتوش. وبس كده. والفيديو بتاعنا خلص، واستنوني الفيديو الجاي واقول لكم سلام.